إيفانا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حرمته من الميراث. تعالوا نشوف ليه. الحكاية بدأت لما اتجوزوا إيفانا ودونالد ترامب سنة 1977، واستمر الجواز 15 سنة وخلفوا 3 أبناء هم دون وإيفانكا وإيريك. ماتت إيفانا في شهر يوليو 2022، كان عندها وقتها 73 سنة. سابت ثروة حوالي 34 مليون دولار. أهم ما في ثروة إيفانا هو بيت نيويورك على بعد أميال من سنترال بارك اللي بيحاول الورثة دلوقتي يبيعوه. بيتقدر البيت ده ب 26 مليون دولار، وهتتقسم الفلوس بين جونيور ودون وإيفانكا، وده حسب وصية الأم. ما نسيتش إيفانا مربية أطفالها الأيرلندية دورسي كاري اللي ساعدت إيفانا في تربية أبنائها طول فترة طفولتهم. كمان كتبت عنها في كتابها ريزنج ترامب إنها شخص متدين أثر كتير في أبنائها، واللي قال عنها إيريك ترامب دورسي هي أمي التانية. مش بس كده، لكن احتفظت بيها إيفانكا كمساعدة شخصية بعد ما أطفالها كبروا، وفضلت قريبة من العيلة لسنوات. وعشان كده ما نسيتهاش إيفانا في وصيتها، وكتبت لها شقة في فلوريدا بتتقدر قيمتها بمليون دولار. إيريك ترامب مسؤول عن إدارة التركة وحلها بعد ما عينته والدته عشان يكون ممثلها الشخصي، وإن لو هو ما قدرش يقوم بالمهام دي هتتحول المهام لمحاسب إيفانا. بتشمل الثروة كمان بعض الممتلكات بره الولايات المتحدة. كانت إيفانا بتمتلك بيت فخم في فرنسا، وقررت إنها تسيبه لزوجها السابق، لكن الوصية سقطت بعد وفاته قبلها. ما نسيتش إيفانا ملابسها ومجوهراتها الفخمة، واللي قررت هتتبرع بقيمتها للصليب الأحمر الأمريكي وجيش الإنقاذ.